بص يا اخويا، احنا عايزين نجيب كسوة العيال عشان العيد داخل علينا، والعيال لازمها تتكسي وتجيب كوتشات، واللي عايز يجيب طعم، واللي عايز يجيب حاجات لازمية يا حبيبي. وانا لازم نتكسي برضه وشبرق على نفسي. سؤالي اسمعيني بقى، من الكلام مش هينفع في الشارع بقى. لما نروح نتكلم ونشوف ايه الموضوع ده. ليه يا بابا ان شاء الله؟ انت مش عايز تكسينا ولا ايه؟ ايوه يا بابا، انت مش عايز تكسيها ولا ايه؟ احنا لازم نتكسي ونجيب كسوة العيد زي الناس. ايوه يا بابا، وبعدين انا بقيت شاب انا ولازم طقم شيك حلو زي اصحابي كده. يا ولد وعيب كده، احنا في الشارع بقى. لما نروح لنا بيت يلمنا ونتكلم فيه. ايوه يا عيال يا حبايبي، في البيت نتكلم، ما تزعلوش بابا بقى. خش بقى يا صاحبي والعيال كده ونتكلم. ايوه يا بابا، دي الخناقه بقى، قول اللي عندك. اسمع بقى يا سعاد، انت عارفة الظروف، الحالة على القد. لو قبضت المرتب ان شاء الله اقصيكم يا سعاد على العيد. وبعدين ما تقعديش تزعليني وتضايقيني انت والعيال وتكلميني في الشارع بقى. بص يا بابا اسمعني بقى، انا شاب وفي الجامعه ومحتاج طقم حلو زي اصحابي كده. اصحابي جابوا احلى طقم، هو انا مش اقل منهم يعني يا بابا. ايوه يا بابا، ما تزعلنيش بقى منك. ايوه بقى، انت لازم تكسينا احلى كسوة، محدش يتكسي احسن مننا. بعدين اختي جابت كسوة حلوة هي وعيالها وجوزها، واحنا لسه مجبناش. وسلفتي برضه جابت كسوة حلوة هي وعيالها. اشمعنى احنا يعني؟ لو فرجت عليك وبقيت معاك ولو ما تاخد المرتب تكسينا يعني؟ احنا مش اقل من اي حد يا حاج. يا بابا انا عايز احلى طقم البسه، والبسه احسن من لبس ولاد عمي يا بابا. ولاد عمي ميلبسوش احسن مني يا بابا. ايوه يا بابا، انا عايزك برضه زي اخويا ما بيقول، عايز طعم حلو احسن من ابن عمي. ابن عمي يوسف جاب طقم حلو، وانا هجيب احسن من الطقم بتاعه برضه يا بابا. بصوا يا حبايبي، اسمعوني بقى وصلوا على النبي كده. عايز افضل السلام. وبعدين يا حبايبي، احنا ما ينفعش نبص لغيرنا، وما ينفعش نبص لغيرنا جاب ايه وما جابش ايه عشان نجيب احسن منه. وبعدين يا حبايبي، انا لما يكون معايا الفلوس ما بستخسرش فيكم حاجة، بجيب لكم اغلى الغالي يا حبايبي، وما بخليكمش اقل من حد. ما ينفعش يا حبايبي ان احنا نبص لحاجة غيرنا، ولازم نبص لنفسنا اللي احنا مش اقل من اي حد، ولا حد ايه بيلبس احسن مننا وبياكل احسن مننا. لا، ما في ناس يا حبايبي مش لاقيين، وحمدين ربنا، واحنا لازم نحمد ربنا على كل شيء يا حبايبي. ما نتبطرش على النعمة اللي احنا عايشين فيها. فعلا يا بابا ونعم بالله، وانا الحمد لله ربنا يا بابا ما نبصش لغيرنا، بس احنا مش عايزين نبقى اقل من اصحابنا يعني. ايوه يا بابا، احنا ما بنبصش لحد غيرنا، احنا بنقول الحمد لله. احنا نفسنا نبقى زي اولاد عمنا بيلبسوا وما يعيروناش ويقولوا لنا انتوا بتلبسوا لبس وحش واحنا بنلبس لبس حلو يا بابا. ايوه يا حاج. وبعدين سلفتي في الطلعة والنازلة عمالة تضايقني، تقول انا جبت طقم حلو، وانا جبت جبت عباية شهر رمضان، وجبت لبس العيد. وانت فين اللي جبتيه؟ فين لبسك يا سعادة اللي انت جبتيه؟ ما تفرجينا عليه، ولا انت مخبياه مننا وانا مش عارفة ارد عليها اقول لها ايه يا حاج. ان شاء الله يا حبيبتي هتفرج عليا باذن الله، خليكم من اي احسن من اي حد. وانا عمري ما بستخسر فيك حاجه يا حبيبتي. وبعدين سيبي مرات اخويا دي، مرات اخويا في الطلعه وفي النازله عماله تهدف كلام على الفاضيه والمليانه. وبعدين مرات اخويا دي فاضيه، مكيش دعوه بيها يا حبيبتي. ريحي دماغك منها بقى، دي ست فاضيه.